وبعض الناس يقول لك هاي معذورة، صاحبة فاجعة. صاحبة فاجعة شنو؟ الدين لا تجزئوه. والله شوف لك مشاهد بالشارع تغطي وجهك، يمشن ورا الجنازة مفرعات شاقات هدومهن، بيا شريعة هاي. وبعض الناس غير مؤدب. شنو غير مؤدب؟ طلع موبايله وصور. من سمح لك؟ منو؟ مو هذا عرض ناس؟ هذا راح ينزل على مواقع التواصل، عتها اب وعتها اخ وعتها عشيرة. اذا انت ما عندك غيرة هم عتهم غيرة على عرضهم. ما يصير تصورون وتنزلون بمواقع التواصل. حتى في بعض الاحيان مرأة تمشي بالشارع او بالسوق جميلة فاتنة غيرها وطلع موبايله وصورها. مرة بالسيارة هو قاعد بسيارة يصور بيها. ديمقراطية مو انه مو هاي عتا اهل عتا عرض. هاي شلون تنزلها مواقع التواصل؟ شلون؟ فاللي يريد اقوله يقول لك هاي صاحبة جرح صاحبة ألم. هذا عرفا. علي بن ابي طالب سلام الله عليه لما جاء للعراق شاف الظاهرة ازعجت. شاف نسوان العراقيين تروح للسوق تتسوق. صعد على المنبر زعلان ابو الحسن قال يا اهل العراق وصلني بأن نساءكم تزاحم رجالكم في الأسواق، ألا تستحون ألا تخجلون؟ أحد العلماء بالنجف الأشرف المهم يقول في يوم من الأيام دخل في حضرة الإمام علي سلام الله عليه، شاف له وحدة من نسائنا طالع شوية من شعرها، البكلة مالتها هاي المقدمة مال الرأس سموها البكلة، شوية من شعرها ما متقصدة، مو مسكينة وياها أطفال وهاي شوية متخردلة. فهذا المرجع رفع راسه للسماء، خلي يسمعون، رفع راسه للسماء قال لقد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يا علي وين أشوفه هسه واسولف له؟ وين أجيبه هسه؟ بيا مول، بيا سوق، بيا جامعة؟ مو